السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين في كل مكان، حلقة جديدة. حلقة اليوم من برنامج ياكل تفاح. خلونا نشوف حسان رزمان. ضيف الشرف اليوم، وكما عرفتم من البداية أنه الأستاذ حسان رزمان. ارحب يا حسان، ارحب. مرحب، حياكم الله. طبعا أخي حسان، من هو حسان رزمان؟ يعني تقدم نفسك للجمهور. حسان رزمان هذا عبارة عن كائن حي. كائن حي يعيش في المناطق المحررة. نعم. يأبى الخضوع. الله أكبر. والذلة والانكسار. الله أكبر. هذا هو كلنا قصدك. ممشوق القامة يمشي. ممشوق القوام. الأخ حسان رزمان دائما يفعل في الأعمال حقه دور الحوثي. نعم. ليش يا أخي ما تختار إلا دور الحوثي؟ الدور اللي أحبه وين ارتاح فيه وين أشله. كلام، فأنت بترتاح للحوثي. لا هم بقدر ما بينك رهب بين أتقنص شخصيته. جميل. احكي لنا الشخصية هذه، شخصية الحوثي، ما هو المفروض أنها تكون؟ يعني كيف طبيعتها، كيف أخلاقياتها، كيف تعاملها المفروض؟ يعني أنا بين أحب الشخصية هذا لأننا ما بين نلتزمش بأي أخلاقيات. لأن هذه شخصية الشيء قلة أدب وقلة ذوق وقلة يعني ما همج. هل أنت ناوي تجلس في مارب، ولا أنت بتخطط في صنعاء تعمل لك مشروع بعد 5 سنوات طبعا وقد إحنا هناك؟ بإذن الله ندخل صنعاء وكل المشاريع إن شاء الله أتي، وكل الأفكار وكل التوقعات المستقبل زاهر بعد ما نزيح حول الكلاب المجرمين بعدها كل شيء عيسكر. أيوة، هذا هو السر. صحيح. فندم، احنا سائرين الموقع حق التصوير. ما هو داق، احنا معنا صالون. طقم للحوثيين. مكانك وربك. مكانك. يا سيدي هذا الجبل معايا تفاح. صد علي. صد علي. صد علي.
علي. هنا العالي. علي. ما لكم عن جوال. عيد المشهد، عيد المشهد. هذا ايش؟ هذا تنظيف. حبيب قلبي يا حسان، والله انك اكثر واحد خاف علي. الحمد لله على السلامة. يا عويابي يا قفقدو، جو صوروا قفقدو. اخي انا قايل والله انه من محبه، والله من محبه. كلكم يا عيال الذين تليش والله احبك ورب البيت، والله انا احبك. يا عويابي لكن والله سمخ صدق. ريقك صبر، ما فعلت بروحك. استنى قوموا. انا من عشان علي. يا بابا انا والله ما كنت اشتي حسان الصدق. لكن ما ارفع. علي رميته هينو، ليش ما يطرح؟ البندق فوق شيء.